ازيكم عاملين ايه طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ النهارده معانا الدرس الرابع والخامس في الوحدة الأولى. عندنا trip to the mountains، رحلة إلى الايه الجبال أو في الجبال. عندنا أول حاجة جزء الكلمات. عندنا حقول فيلدس مسافة distance مسالم أو هادئ peaceful مسترخي relaxed. عندنا ينبوع المياه steam جبال mountains برفق أو بلطف gently واسع wide رائع أو مذهل wonderful صخرة rock حقا أو بصدق، جاي من كلمة truly. على الرغم من also. طبعا دي كلمات. عندنا تصريفات الأفعال، أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة. أفعال منتظمة لا يحذف أمتعة baked يتمنى wished يشارك shared يأخذ أو يلتقط talk. دي أفعال غير منتظمة. يشعر felt يأكل ate. وعندنا في الليل at night على بعد in the distance اللي هي الايه تعبيرات وحروف جر هامة. طيب في عندنا نقاط هامة على الدرس الاستماع. trip وماونتينز. سارة tells her friend لينا about her trip in the mountain. بيقول لك سارة بتكلم صاحبتها لينا عن رحلتها إلى الجبال. view beautiful the view was so beautiful المنظر كان جميل. فيلدس وستيم. سارة was tall green سارة saw tall green trees white fields حقول واسعة and a big steam. بيقول لك سارة شافت أشجار طويلة خضراء وحقول واسعة وبخار اللي هو ينبوع مياه كبير. عندنا sound أو peaceful the sound of the water made the place feel peaceful. بيقول لك الصوت بتاع المية مخلي المكان هادي أو مسالم. happy أو relaxed. عندنا بيقول سارة felt happy and relaxed. دي حاجة إن هي مسترخية وسعيدة. mountains stories. عندنا at night they sit near the mountains بيقعدوا بجوار الجبال and shared stories وبيشاركوا القصص. اختر الإجابة الصحيحة. أو an is a small river اللي هو نهر صغير. طبعا هنا مينفعش جبل ولا فارم مزرعة ولا stream، يبقى oasis هي أو لحظة معلش نقول جدول من المياه. طيب جدول من المياه اللي هو stream. ليه قلنا جدول من المياه؟ عشان زي ما قلنا فوق عندنا قلنا ينبوع من المياه، هو دي الشباحة يعني، يبقى ده اسمه small river اللي هو نهر صغير. تنفع أكتر من oasis اللي هي واحة، إن الواحة بتكون زي مكان صغير ولكن مقفول يعني مش مفتوح. listening to music makes me feel. يسمع الموسيقى يخليه يشعر إن هو مسترخي relaxed. طيب farmers work in not to grow crops. بيشتغلوا فين عشان يحصلوا على المحاصيل، يبقى في الحقول. I love sitting by the sea because it's بيحب يقعد بجوار البحر عشان هو بيكون peaceful هادي and feel relaxed. طيب they use special tools to climb the. اتسلقوا طبعا الماونتين اللي هي الجبال. عندنا جزء listening and reading. عندنا رحلة إلى الجبال. بتقول trip to the mountain رحلة إلى الجبال. dear لينا عايزتي لينا. نكمل. بيقول I hope you are doing well. أتمنى تكون كويسة. I want to tell you more about my trip to mountain last week. عايز أخبرك عن رحلتي للجبال الأسبوع الماضي أو الأجازة الماضية. On that day في هذا اليوم the weather was cold. الطقس كان بارد. But the view was so beautiful. المنظر كان جميل. I saw tall green trees, white fields and a big stream flowing gently between the rocks. دي طبعا شافت هناك الحقول الواسعة والأشجار الخضراء وينبوع المياه الكبير وطبعا الصخور. قالت the sound of the water made the place feel peaceful. الصوت بتاعها يخلي المكان هادئ. we walked on small paths.
passes and stopped to talk picture of the birds that were singing in the distance. بقول لك كان في هناك طيور بتغني على ايه من المسافة، كانت سامعة صوت الطيور. also we were far from the city، كنا بعاد عن المدينة. I felt happy، كنت سعيدة and relaxed ومسرورة at night في الايه الليل. we sat near the mountains، كنا قاعدين بجوار الجبال and shared stories، وشاركنا الايه القصص and ate some delicious fruits، فاكهة ايه لذيذة that my mother baked. it was truly a wonderful trip، كانت رحلة ايه رائعة. I wished you were with me your friend سارة، كنت أتمنى أن تكوني معايا من صديقتك ايه سارة. تعال نشوف الجين اكسرسايز صفحة 33. عندنا بيقول many cars can base in not street. طبعا نعدي من ايه الشارع الايه الواسع، يبقى wide street عن الشارع الايه الواسع. طيب it was not a day at the beach we enjoyed a lot، كان يوم ايه رائع، يبقى wonderful. the library is not place for reading in my school، طبعا مكان peaceful هادئ. سؤال رقم 4 she not lunch with her mother yesterday، طبعا yesterday يبقى ماضي، يبقى cooked. طيب did you not photo of the oasis، طبعا عندك did بيجرى الفعل في المصدر تبقى take. where not they buy snacks last week، تبقى did لأن انت عندك سؤال في الماضي، يبقى where did they buy، هنا اشتروا الايه الوجبات الخفيفة. طب عندنا القطعة المفرغة. أول حاجة بيقول my uncle is very brave and strong person، عمي بيكون رجل ايه قوي وشجاع. his favorite، نقول his favorite sport رياضة is rock climbing، اللي هو يتسلق الايه الصخور. last year I went on، انا رحت فين to the mountain للجبال، يبقى رحت رحلة، يبقى رقم 2 تريب زي ما انا عامل لك. with him the weather was very، الطقس كان ايه هنقول كان cold، كان ايه بارد. it was a difficult adventure، كانت مغامرة صعبة. but I loved the note at the trip، تبقى view المنظر. طيب تعالوا نشوف القطعة عندنا. dear لينا صديقتي لينا I hope you are doing well، أتمنى أن تكوني إيه بخير. I want to tell you more about my trip to the mountains last week، عايز أخبرك عن إيه بعض الإيه يعني الرحلة اللي كنت رحتها إيه للجبال. on that day the weather was sunny، اليوم كان مشمس. I saw tall green trees، شفت أشجار طويلة خضراء. wide fields يعني حقول واسعة. and a big stream flowing gently between the rocks، وشافت إن هو ينبوع من المياه تدفق بين الصخور. the sound of the water، صوت المياه made the place feel peaceful، خلت المكان يبدو إن هو إيه هادي. we walked on small passes، مشينا في ممرات إيه صغيرة. stopped to take photo، كنا واقفين عشان ناخد صور. of the birds that were singing in the distance، كان في طيور بتغني من مسافة يعني بعيدة. at night في الليل we sat near the mountains، كنا قاعدين بجوار الجبل and shared stories، وبنشارك الايه قصص. I ate some delicious fruit، انا اكلت بعض الايه الفاكهة الايه لذيذة. that my mom made، أمي اقتطفتها أو التقطتها. it was truly wonderful trip you are friend سارة، كانت رحلة ايه رائعة يا سارة. طيب عندنا بيقول the gentle idea of the text is about the trip، طبعا راحوا رحلة لإيه للجبال، يبقى نقول mountain. السؤال التاني the underline word peaceful، peaceful معناها هادي، يبقى بتساوي كلمة إيه quiet. طيب نكمل. بيقول how was the weather، كيف كان الطقس. طبعا هنا فوق الطقس مشمس، تعال نرجع للقطعة ونعلم عليها، يبقى نقول the weather was sunny، طبعا نكتب عليها رقم 3 رقم 3. طيب نكمل عندنا. بيقول what did they talk picture of، اخدوا صور لايه. تعالوا نشوف فوق اخدوا صور لايه فين take photo، لحظة take photo of birds that were singing in the distance، اخدوا صور للطيور، ودي السؤال رقم 4. طيب
نكمل عندنا. summarize the text in one sentence. لخص الايه القطعة في جملة. طبعا ممكن نقول a trip to mountain، ممكن نقول رحلة لايه جبل، فنكتب كده a trip to the mountain، رحلة إلى الجبل ايه mountains، وده يكون عنوان كويس. طيب نكمل عندنا. عندنا بيقول last week، طبعا ده ماضي عشان موجود كلمة last، يبقى I visit، نزود للفعل ed my grandpa's farm، اللي هي مزرعة جدي. where did you play football last week، عشان ده سؤال في الماضي يبقى did she، طبعا did بيجي ورا المصدر تبقى walk by the beach. they didn't bake، طبعا didn't بيجي ورا المصدر bake enough food for the trip. طيب بالترقيم W capital we felt relaxed when we visit سيوة، وفي الآخر full stop. when W capital did he go sailing، يبقى في الآخر question mark. نكمل عندنا. هنا القطعة نقول we went to the mountain last week، أنا عايز أتكلم عن الرحلة، أنا أقول له رحت الجبل إيه، رحلة الجبال الأجازة الماضية. the weather was cold but nice، كان الطقس كان إيه بارد ولكنه كان رائع. we walked to school to talk and took some photos، وخدنا بعض الصور. it was a fun and happy trip، ورحلة إيه سعيدة. طيب نكمل عندنا. في تحت شنو الاكسرسايز على الايه اليونت كامل. طبعا جزء الليسننج ده موجود في اخر الكتاب، فهنخش على الجزء المهم اللي هو الاختياري اللي تشوز. او an is long line of water that moves to the sea، بيقول لك يعني ايه خط طويل من المياه اسمه ده المياه بتتحرك فيه، يبقى طبعا هنا بيتكلم عن النهر اللي هو ايه ريفر. تمام. الواحة مش مكان طويل. they enjoyed the clean and not air in the beach، طبعا fresh air اللي هو الهواء الايه النقي. يوسف saw not catching fish، هشوف ايه بيصطاد السمك، يبقى fishermen اللي هي ايه صيادين السمك. how not life in your city in the past، في الماضي. طبعا الحياة دي مفرد يبقى how was life. طبعا will be متنفعش، ده مضارع، ودو بردك مضارع، وكان مضارع، يعني الوحيدة اللي ماضي هي was، هنا بيتكلم in the past في الماضي. طيب تعال نكمل عندنا. بيقول not you learn new things، قال له yes I did، يبقى السؤال كان بكلمة ايه طبعا did، عشان في الاخر موجود كلمة did يبقى السؤال كان بدid. they not need to clean the classroom because it was clean، انت عايزنا نفي، طب ازاي اتنفى بايه؟ طب احنا عندنا زمن ايه it was clean، هو ماضي، الماضي بيتنفى بكلمة اسمها ايه didn't. طيب تعالى نشوف عندنا الايه القطعة. عندنا طبعا كلمة delicious يعني لذيذ، plum اللي بتاع أشجار النخيل plum trees، فوتوس صور، oasis واحة، exciting اللي هو ايه مثير. I am عمر، اسم عمر. I went on a trip to the oasis، رحت رحلة للايه الواحة. it was very كانت ايه طبعا يقول له ايه ان هي كانت ايه excited، يبقى نكتب في أول حاجة عندنا excited، أو نكتب عليها ايه مرة واحدة عشان الوقت الحصة وقت الدرس، يبقى exciting دي رقم واحد. طيب نكمل عندنا. بيقول I saw tall not trees، يبقى اسمها plum trees اللي هي أشجار النخيل، ودي تبقى رقم اتنين يبقى plum trees. طيب نكمل عندنا. بيقول there is clear water in the oasis، في يوجد مياه ايه نظيفة. the night was quiet and peaceful، يبقى ايه الواحة بتكون ايه هادئة، يبقى ده السؤال رقم كام تلاتة. السؤال رقم تلاتة نكمل عندنا. ذا النقط احنا قلنا I took مين اخدت بعض ايه of the birds and plant trees، يبقى اخدت صور، يبقى هنقول photos. طيب نكمل عندنا. بيقول علي is fisherman، علي بيكون fisherman صياد. he wakes up early، بيصحى بدري every day كل يوم. he goes out on his boat، هو بيروح ايه بدري بالايه او بيروح بالقارب بتاعه. and catches fish، وبيصطاد السمك. then in the afternoon he comes back and sell him in
sells his fish in the market. بيجي يروح يبيع السمك اللي اصطاده في السوق. The fish go to restaurant and homes all over the world. طبعا بيقول لك السمك بيكون موجود في المطاعم وفي البيوت في كل العالم. نكمل عندنا بيقول عمرو is a farmer. عمرو بيكون مزارع. he grows orange. بيزرع الايه البرتقال all year كل سنة. he looks after the trees and he gives them water and nutrients اللي هي العناصر الغذائية أو العناصر اللي بيحتاجها. بيدوهم مية وعناصر للأشجار اللي ايه البرتقال. then he bakes the fruit. بيلتقط الايه الفاكهة. he send a lot of the fruit to the factory. بيدي ايه جزء كبير للفاكهة ديت للمصنع to make orange juice عشان يعمل ايه عصير برتقال. he also sells some of his orange in the supermarket. ويبيع جزء آخر في الماركت. طيب نكمل مع بعض. the text is about بيتكلم عن ايه. طبعا هنا ما اتكلمش على teacher ولا school ولا sport، يبقى jobs اللي هي الايه الوظائف. طيب the opposite. كلمة opposite دي خلي بالك معناها عكس. the underline word early يعني مبكرا، يبقى عكسها مؤخرا. متأخرا يعني ايه late. تمام. يبقى كلمة opposite دي خلي بالك ان هي معناها معناها عكس كلمة early. early معناها ايه مبكرا، يبقى عكسها late متأخرا. where does علي sell his fish. بيبيع فين السمك بتاعه. قال لك فوق in the supermarket. تعال نكتبها اهي in the supermarket عشان وقت الحصة، ونكتب عليها وقت، نكتب عليها قصدي رقم 3. طيب what does عمرو do with his crops. عمرو بيعمل ايه مع المحاصيل. تعال نشوف عمرو. معلش لحظة واحدة، السؤال رقم 3 قلنا غلط فهنرجع لحظة. احنا وكنا هنا ركز، خلي معايا، بص ركز معايا في الغلطة دي. احنا عندنا علي. تمام. علي في القطعة في الفقرة الأولانية بيقول لك علي كان بيبيع الحاجة فين. تعال نشوف اهوت. قال لك sales in the market في السوق. يبقى ده ايه، ده رقم ايه 3. ده رقم 3. ركز معايا. يبقى دي رقم 3 عشان قال علي مش عمرو. طب السؤال التاني قال مين. انت عندك في القطعة في 2. السؤال التاني قال عمرو. what does عمرو do with his crops. عمرو عمل ايه مع المحاصيل. تعال نشوف عمرو اللي هي الفقرة التانية. هي قال لك he looks after the trees and gives them water and nutrients. تمام. يبقى دي سؤال رقم 4. يبقى هنا في القطعة عندنا كان بيتكلم عن شخصين فنركز في الأسامي. بيقول summarize لخص the second paragraph. كلمة second دي يعني التاني، الباراجراف التاني. هيطلع نشوف الباراجراف التاني اللي هو بتاع عمرو. هنقول لعمرو is a farmer he grows orange. يبقى دي السؤال رقم كام 5. تمام. اللي هو عايز الفكرة التانية، يبقى ده السؤال رقم كام 5. طيب نكمل مع بعض. correct بيقول my parents not to the house سنة 2000. طبعا 2000 ده يبقى ماضي. طب الماضي يبقى ايه، نجيب ماضي يبقى moved moved moved. طيب السؤال التاني بيقول they not relaxed and happy on the trip last trip. قال لك كلمة last يعني ماضي، يبقى الماضي من كلمة are ايه. طبعا هتقول لي يا مستر where، يبقى نكتب where. كنا منبهين عليها في الشرح قبل كده، طبعا الكيبورد كتبها غلط فاحنا نصححها تاني. where w e r e. هو مصمم يكتبها غلط تقريبا. بس السؤال اللي بعده بيقول where not uncle Slam go yesterday. طبعا yesterday ماضي. طب الماضي من كلمة do طبعا did، يبقى نكتب كلمة did. لحظة معلش نكمل عندنا. بيقول I didn't know any plant trees on this land. يبقى طبعا ده didn't بيجي ورا الفعل في المصدر، يبقى ايه SE. طيب البنكتويشن عمل الترقيم. بيقول we went on a school trip on a trip على to the mountain. طيب يبقى عندنا أول جزء اللي هو W في الآخر
فول ستوب. طيب لحظة، التليفون كمان حجمه مش موضح الكلام قوي فنبوظ الدنيا. نكمل عندنا did you buy fresh fruit، يبقى هنقول طبعا ده سؤال، يبقى دي كابيتال وفي الاخر كوتشن مارك. تمام. طيب عندنا بقول الباراجراف طبعا بيتكلم عن رحلة الى الايه قرية، وده كنا كاتبينه قبل كده في فيديو سابق، ارجع وشوفه هتلاقيه موجود.